ايوه بس. اجريه ولا سين؟ لا مش خلاص قربنا. مش كل حاجة عارفة. قولي لي بقى، ليه شايفة نفسك مناسبة للشغل هنا؟ بتعمل غيرات على الأرض ولا في المكتب؟ نعم؟ إيه أسلوبك؟ أسلوب إيه؟ أسلوبك إيه يا نسمة؟ أسلوبك إيه يا نسمة؟ أنت بقى زي ما قلنا إنك هتبدأ بإيه؟ بإيه؟ إيه؟ إيه؟ ما بتجيبش من الآخر؟ يا نسمة ده؟ بتحب تدخل في الانبساط؟ المصروف اللي بتتكلم؟ يا نسمة ده اهدي شوية، الكاميرات شغالة. حتى معذريات حتى سمعت عندنا حريات لازم كده. يا منال اهدي يا منال. ليه مني؟ يعني طريقي فنحن في مجتمع ذكوري لابد من تقديم التوازنات حتى نصل لأهدافنا. هنا بقى اقعدي يا منال. يا منال يا منال افهمي، اقعدي مكانك لو سمحت. هيا أيها الأخرق. أخرق؟ هات أخرق معاك. يا ستي بقى. يا ستي بس بقى. يا ستي بس بقى. أنت مطبقة على ميكس هندي ولا إيه حوارك؟ يعني مش هتجيب الإيميلات وتقعدنا على رجلك وتمضي وتقول لي ولع اللمبة الحمراء والحاجات دي؟ يا منال لازم ننسى الأفلام القديمة اللي اتهرت دي. مشاهد بعيدة تماما عن الواقع. هي الأفلام اللي كده. يعني مثلا في ضابط مثلا في ضابط شرطة. يعني مثلا في ضابط شرطة هيروح يقف قدام مجرم يقول له سلم نفسك يا مجرم. المكان كله محاصر، مش واقعي أصلا. وبعدين على بال ما الضابط اصلا هيقول كلامه ويكون المجرم مشي وقعد على القهوه. على ما مش واقعي اصلا، على ما يخلص كلامه يكون المجرم مشي اصلا وراح يقعد على القهوه يضرب له حجرين. يعني مثلا في ضابط شرطه هيروح يقف قدام مجرم يقول له سلم نفسك المكان كله محاصر. كلام مش واقعي اصلا. ده على بال ما يقول الكلمتين دول هيكون الحرامي راح القهوه وشرب حجرين معسل والموضوع انتهى. فعلا والله. بس بقى فانسى الافلام. بس بقى فانسى الافلام دي. الواقع مختلف تماما ومحدش بيسيطر عليه. يعني انا هشتغل هنا كله في الامان؟ انت شغلك اداري. انت شغلك اداري بس. مش هتخشي لي هنا تاني اصلا. مجرد تظبيط اولاد. معقوله؟ مش قلت لك احنا مختلفين يا منال؟ سوري يعني اعذرني، اصل دي القواعد هنا في مصر. ولكل قاعده شواذ. عندك حق. يلا بقى، يلا على مكتبك استلمي الشغل. عايز اسمع كلام كويس عنك وما تقلقيش. كل زمايلك في الشغل مختلفين. حاضر. وقولي للاستاذ حماده لو سمحت وانت خارجه يجيب لي الايميلات بسرعه ويولع اللمبه الحمراء وهو ايه؟ ويولع اللمبه الحمراء وهو مختلفين بقول. جد؟ انت مختلفين.